اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله وصفة جديدة، وصفة تليق بيوم الخميس. يلا بينا نعمل صينية الرقاق التحفة دي. ده الرقاق الفلاحي طبعا، مش الرقاق الطري، وصفة امهاتنا وجداتنا كده يعني. شايفين لونه من تحت عامل ازاي؟ من تحت ومن فوق تحفة. دي اتقال عليها فطيرة مش رقاق خالص. شايفين شكله حلو قوي ازاي؟ تعالوا نفتحه كده مع بعض ونشوفه من جوه. انا بحب اقطع الرقاق بصراحة بالمقص، اسهل بكتير لانه بيغلب قوي لو بالسكينة. شايفين شكله بقى؟ تحفة تحفة، وطعمه التحفة دي قليل عليها. يلا نشوف هنعمله ازاي. في حلة على النار هحط فيها معلقتين 3 كده من الزيت، وعندي هنا كبد وقوانص غسلاهم ونقعهم كويس جدا في ملح وخل وليمون. قطعتهم وصفيتهم المية كويس جدا، وهنزل فيهم بقى. لازم تكون الحلة والزيت سخنين جدا عشان ما تنزلش ميتها. هستنى عليها شوية وبعد كده هديها تقليبة، مش هقلبها على طول عشان ما تنزلش المية بتاعتها. انا بصراحة بحب الرقاق او الجلاش كبد وقوانص. اللحمة مفرومة برضو، بس انا بالنسبة لي بعد الكبد والقوانص بتخلي طعمه تحفة. هعملها بقى كويس كده. مادام الحشوة بتاعتك طعمها حلو يبقى الاكلة كلها تبقى طعمها حلو. هنزل هنا ببهارات الفراخ حوالي نص معلقة صغيرة، وبفلفل اسمر وكمون. بس هستنى شوية بقى بالملح. وحطيت كمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من كل حاجة، كمون وفلفل وكزبرة وبهارات فراخ. هديها تقليبة كده بقى مع البهارات. طبعا الريحة تجنن. ما تقلقوش من المية اللي نزلت دي، هتتشربها دلوقتي وهتبقى تحفة. عندي هنا اللهم صل على النبي. عندي هنا مجهزة معايا بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، وقرن فلفل حامي او بارد اللي انت حباه، وطماطمايه شايله منها البذر والميه بتاعتها ومقطعها برضو مكعبات. اديتها التقليبه كده كويسه، هغطيها بقى وهدي عليها تستوي براحتها. هنا خلاص كانت قربت على التسويه. هديها تقليبه كمان، وهنزل بقى بالملح بتاعي، الملح حسب الرغبه. وهديها تقليبه وخلاص. هيبقى قدامها حوالي 3 ل 4 دقايق، وبعد كده هطفي عليها. بحط الملح اخر حاجه عشان القوانص معايا تستوي بسرعه. هنا بقى عندي شوربه دسمه، دي شوربه بط. الرقاق بيحب الشوربه الدسمه، لو ما عندكيش خلاص اعملي باي شوربه عادي. هنا خلاص هديها تقليبه كمان وهطفي عليها. شايفين لونها عامل ازاي؟ تحفه وطعمها حلو جدا. يلا بقى نعمل الصينيه بتاعتنا. عندي هنا الشوربه اهي بتغلي على النار، وعندي هنا سمنه. هدهن الصينيه بتاعتي كويس جدا. طبعا برضو لازم يكون نوع السمنه حلو عشان يديكي طعم حلو، ولازم تكون الشوربه معايا بتغلي كده. وطبعا الحركه اللي انا بحبها ان انا احط الشوربه في صينيه كبيره، ويا ريت تاخد الرقاق معايا زي ما انتوا هتشوفوني كده، عشان طبعا الواحد بيتلسوع قوي يعني. فلما تكون الصينيه كبيره اكبر من اللي انا بستخدمها كده كمان بتبقى حلوه. هحطها مسافه ما احطها شيلها على طول عشان ما يبوش معايا. ولو وش ما تقلقيش برضه مش هيطلع طري معاكي. بين كل ورقه وورقه هدهن دهنه سمنه كده بالفرشه. ده بيطلعه مورق وناشف شويه، مش طري اللي هو تحس ان انت بتاكلي عيش مبلول كده، لا بيبقى حلو. وكمان بتديها طعم حلو جدا. بصوا يعني حتى لو اتقطع معاكوا كده زي قدامكم ما تقلقوش خالص، برضو هفردها في الصينيه واحط اللي بعدها. انا عن نفسي عدد الطبقات بحب احط 4 تحت و4 فوق، مش بزود عن كده. ولو 3 كمان هيبقى حلو. انا بحبه رفيع، مش اللي هو يبقى تقيل كده وبيلكم كده، لا. هدهن برضو دهنة سمنة واحط باقي الطبقات. انا بحط 4 تحت و4 فوق كده. انا حطيت ال4 اللي تحت. هحط بقى الحشوة بتاعتي. طبعا الحشوة اللي انت حباها، فراخ، كبد وقوانص، لحمة مفرومة، اللي انت حباه. بس تجربوه بالكبد والقوانص هيعجبكم جدا. هساوي كده الحشوة بتاعتي بقى، وبعد كده هكمل باقي الطبقات. لو وصلت معايا المرحلة دي من الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعلقي بكومنت حلوة منك وتدعيلي دعوة حلوة من قلبك، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد.
وكل سنة وانتم طيبين بقدوم شهر رمضان ان شاء الله، يعود علينا وعليكم بالخير والسعادة ان شاء الله. وطبعا الوصفة دي مفيش بيت ما بيعملهاش في رمضان. حطينا طبقة كمان اهي، وهدهن دهنة سمنة. اهم حاجة ما تنسيش السمنة. وعلى فكرة يا جماعة، بصوا انا هنا حطيت حوالي معلقتين كبار كده على الوش بقى، وهدهن دهنة سمنة كويسة كده محترمة عشان تطلع الوش مقرمش وحلو. ممكن في الشوربة تحطي كوباية من اللبن برضو بيطلع حلو. ممكن تحطي معلقة كبيرة من البيكنج باودر برضو بيبقى حلو. بس انا النهاردة عملت الرق التقليدي اللي هو بتاع مامتي وجدتي. فانت حابة تحطي الاضافات دي عادي، مفيش مشكلة. كده انا خلاص خلصت الصينية. همسح بس الحروف بتاعتها كده عشان متحرقش معايا، وهدخلها على اعلى درجة حرارة على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد اللون الامر اللي قدامكم ده. كده هي لسه طالعة من الفرن حالا. شايفين شكلها حلو جدا ولونها حلو جدا، وطبعا مقرمشة اهو. بقول لكم هي ناشفه اهي. لو انت حباها ناشفه كده سيبيها بقى عادي، بس سيبيها تهدى شويه. لو انت حباها طريه غطيها اول ما تطلع من الفرن. هنا خلاص كانت بردت معايا شويه بقى عشان اعرف اقدمها. هسلك بس الحروف بتاعتها كده عشان اقلبها من الصينيه. سهله خالص ومش هتاخد منك 10 دقايق، وطعمه حلو جدا. هقلبها بقى كده. شايفين لونها من تحت؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. حلوه جدا وطعمها حلو جدا جدا. جربوها هتعجبكم قوي. وزي ما بقولكم كل مرة، طبعا من ايديكم هتبقى احلى بكتير. تعالوا نشوفها من جوه. مورق مش مكتوم ومش لازق في بعضه ومش بيلكم كده، لا انت هتاخدي حتة هتبقي عايزة تاخدي التانية على طول. شايفين ما شاء الله، حلو جدا. لازم تجربوه، ما تنسوش تعملوه في رمضان. ايه رأيكم بقى؟ لو لكم اي اسئلة او اي استفسار يا ريت تقولوها لي في التعليقات. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.